يعني المميز في انك انت تيجي تقول لي ان الشخص ده بيحب البنت دي من زمان جدا ومش عارف يعترف لها ازاي؟ حدوته شفتها 6000 مره، ايه المميز فيها؟ انما اما تيجي تقول لي ان الشخص ده مهندس، كان حلمه من زمان يبقى مهندس وبعد كده قرر ان هو يصمم عرايس وبيشتغل في تصميم العرايس فعلا، بيحب يسمع محمد منير وبيحب البنت دي ومعجب بيها من زمان جدا وبيفكر يعترف لها ازاي؟ قالت لي انك بني ادم غريب مريب. هي قالت لي ان انت مريب وانت فعلا مريب تسمع محمد منير. احنا ايه اللي كان وصلنا لهنا؟ الترويج للفكره. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده وكلام في الافلام، والنهارده محاوله جديده لان احنا نعمل محتوى بعيدا عن مراجعات الافلام، والنهارده هنتكلم عن الترويج للافكار. من اهم الحاجات اللي بيعملها اي فيلم وهو الاعلان. الاعلان ده مش لازم يبقى المنتج، ممكن يبقى الفكر، ممكن يبقى الثقافه، ومن هنا بتيجي نظريه المؤامره ودس السم في العسل وكل الحاجات اللي مش هنتكلم عليها خالص النهارده هنتكلم عن ايجابيه الترويج لفكره او الترويج لثقافه معينه. اللفظي يعني المعنى اللفظي للكلمه. يعني وده اتجاه يمكن في الفتره الاخيره هتلاقي علي صوتك بالغنى، لسه الاغاني ممكنه في امل. لازم تحريضك ده ممكن يدي الناس نوع من امتصاص حاجات كتير. النهارده انا حابب اتكلم عن الجانب الايجابي للتحريض على فكره معينه او الترويج لثقافه او الترويج لفكره. الترويج للافكار مهم جدا في اي فيلم لان هو بيدي للمشاهد قيمه، او على الاقل بيديله متعه شخصيه الفيلم بتاعك بس اللي يعرف يقدمها له، لانك انت قدمت ثقافه وفكر خاص بيك انت لوحدك. وكل ما كانت الفكره اللي انت بتحاول تروج لها او تزرعها فيه شخصيه، كل ما كانت المتعه اللي بياخدها اندر واهم. وده طبعا في الاخر بعيدا عن ان هو بيفيد المشاهد، ده بينعكس عن الفيلم ان الفيلم يبقى متماسك والشخصيات بتاعته بتبقى بتقول افكار اصليه. تعال ناخد الموضوع بشكل عام اكتر. هل المطلوب من الفيلم ان هو يديني افكار انا عارفها بالفعل؟ لا، المطلوب من الفيلم ان هو يديني افكارك انت، انا بشوف العالم من عينيك انت في الفيلم ده، وده اللي بيدي سحر للفكره. احنا دلوقتي بنتحرر من فكره الفيلم ايه؟ احنا بنشوف فكره الفيلم حتى لو الفكره دي انا شفتها قبل كده، بس انا بشوفها من عينيك انت، انا ما شفتش الفكره دي انت بتقدمها قبل كده. وده اللي بيخلينا نتحرر خالص من الفكره وناخد طريقه سردك للفكره. ايا كان العالم اللي انت حابب توريهوني، المهم توريهوني بتفاصيله وبوجهه نظرك فيه. طول ما التفاصيل دي واقعيه الفيلم هيبقى حلو، وطول ما التفاصيل دي شخصيه الفيلم هيبقى حلو. حتى لو هتحكي لي فيلم بتشتم فيه الاكس بتاعتك. طز في سمو جدك، وطز في جلاله ابو جدك، وفي عظمه امك انا طارق كساب. طالما الفكره واقعيه والتفاصيل منطقيه، ليه لا؟ ما كفايه بقى يا لوجي. كفايه بقى. العنصر الاساسي هنا هو التفاصيل اللي هتخليني اصدق قرارات شخصياتك، التفاصيل اللي هتخليني اامن بالفكره اللي انت بتقدمها. يعني ما ينفعش تقول لي ان الشخصيه دي عملت لايك وسبسكرايب من نفسها كده، لازم تقول لي ان اللي بيعمل الفيديو طلب لايك وسبسكرايب وكومنت، او على الاقل تبين ان هو اهتم باللي بيعمل الفيديو ده وعايز يعمل لايك وسبسكرايب. رخيصه صح؟ مش مهم. يعني المميز في انك انت تيجي تقول لي ان الشخص ده بيحب البنت دي من زمان جدا ومش عارف يعترف لها ازاي؟ حدوته شفتها 6000 مره، ايه المميز فيها؟ انما اما تيجي تقول لي ان الشخص ده مهندس، كان حلمه من زمان يبقى مهندس وبعد كده قرر ان هو يصمم عرايس وبيشتغل في تصميم العرايس فعلا، بيحب يسمع محمد منير وبيحب البنت دي ومعجب بيها من زمان جدا وبيفكر يعترف لها ازاي. هنا انت خليتني مهتم بالشخص ده، انا عايز اعرف قصه الشخص ده هتنتهي على ايه، حتى لو انا مش مهتم باتنين حبوا بعض، بس انا مهتم بحدوته الشخص ده. تعالى بقى عد معايا انت في قصه زي دي روجت لكام فكره. اولا روجت القصص الحب الرومانسيه، ثانيا روجت ان الناس تجري ورا شغفها وتتبع حلمها وكل الكلام ده، روجت لمحمد منير على اساس ان مش مصر كلها بتسمعه، روجت لصناعه العرايس. انت في قصه واحده شوف روجت لكام فكره. قالت لي انك بني ادم غريب مريب. هي قالت لي ان انت مريب وانت فعلا مريب تسمع محمد منير. بقى افلام بتروج لقواعد معينه، وده انا بحب الموضوع ده جدا، حتى لو القواعد دي في عالم خيالي. الشباب بتحب الحوار ده، الشباب عايزه تعرف العالم الخيالي ده قواعده ايه، وساعات بتعوز تنتمي للعالم ده. يعني مثلا قواعد فايت كلاب، مش هعرف اقولها لك بس هي قواعد مهمه. يعني عندك قواعد ديد بوت سوسايتي، مجتمع الشعراء الموتى، عندك قواعد زومبي لاند، enjoy the little things. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
Second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Words and language. No matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. Rule number 32. Enjoy the little things. Tallahassee got his Twinkie. And even though life would never be simple or innocent again. كل العوالم دي رغم ان هي خيالية بالكامل الا ان الناس بقت شغوفة بيها وعايزة تنتمي لها. الشباب دلوقتي بشكل او باخر اغلبهم، وحتى كان زمان والله، اغلبهم حاسس ان هو مش مكانه هنا، حاسس ان هو تايه، فلما بيلاقي عالم حتى لو خيالي يحس ان هو منتمي له، يحس ان هو جزء منه، يحس ان تفاصيله حقيقية، تفاصيله فيها حاجات من واقعه، هيدفع الاشتراك وينتمي للعالم بتاعك وهيبقى بيك فان يعني. وانا عارف ان ده كلام كوكب زمردة وكل الحاجات دي، بس يا سلام بقى وسط كل قواعدك دي زرعت فيهم كام فكرة حلوة. ولانشون وروز بيف، كل واحد معاه ازازه سيفن كده يشربها لوحده كده يبقى مبسوط كده. تمام تمام كله كده. في بقى افلام بتروج لعصر معين زي ميدنايت ان باريس. في افلام بتروج لنوع موسيقى معين زي ما اتكلمنا عن محمد منير مثلا في احلى الاوقات. الدنيا تدور مهما تدور ما هي بتدور سواقينا فعطشنا في ألمنا. في بقى حاجات بتروج للاتنين مع بعض بالظبط. ريفو ريفو النهارده ريفو عالم كامل من تصميم محمد ناير، عالم انت منتمي له، عالم الناس كلها مفتقداه بشكل او باخر في الوقت الحالي تحديدا، عالم مميز، عالم من اول لحظه بتحس انك انت جزء منه وعايز عايز تدفع الاشتراك وتكمل في العالم ده على طول. رغم ان في الغالب ما بحبش نهايات مسلسلات محمد ناير، ولكن هو احسن واحد عندنا بيعرف يعمل الحدوته دي، يعرف يبني عالم تحس انك انت منتمي له، تحس انك انت مستعد تدفع اي حاجه عشان تنتمي للعالم بتاعه، عالم متكامل، عالم فيه مزيكا بتاعتك، عالم فيه الاماكن بتاعتك، عالم فيه كل حاجه تحسسك بص انا مظبط المكان ده كاستمايز على ذوقك انت. انا نجم بس ما فيش سما. في بقى ترويج لثقافه كامله، وده مفيش حاجه تعرف تتكلم عليه احسن من الانمي. الانمي قادر يروج لك عن كل حاجه. انت ممكن تلاقي انمي بيروج لك عن ثقافه اليابان بالليل، انمي بيروج لك عن المناظر الطبيعيه اللي عندهم، انمي تاني بيروج لك عن اساطيرهم، انمي تالت بيروج لك عن ثقافتهم وازاي بيتعايشوا وكل الكلام ده، وانمي اخير يحببك في الاكل الياباني. رغم ان اغلب الناس اللي ضايقت الاكل الياباني بعد كل ده بتقول ان هو مش حلو، ولكن احنا كلنا حابين الاكل الياباني عشان الانمي. بس اكتر حاجه عبقريه اليابانيين بيعملوها في الانمي ان هو يبني شخصيه تحسسك ان هي بتكامل ثقافه يابانيه ومع ذلك هي شبهك في كل حاجه، او لو جيت تصيغها بطريقتي هو انت بس في عالم تاني. واخيرا سواء كنت بتروج لفكره او لعالم انت بس اللي شايفه، انا احب اسمعك طول ما انت عندك قصه حقيقي انت حاسس بيها وعالم عايزنا ننتمي له، وده طلب هجره لكل العوالم اللي انتوا نفسكم تبنوها اللي لسه ما بنيتوهاش والعوالم اللي اتبنت كمان. بس كده، لو عجبك الكلام ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، اكتب لنا في التعليقات ايه اكتر ترويج لفكره انت بتحبه وايه الفيلم اللي روج للفكره دي بطريقه مثاليه. بس كده. In case I didn't see you, good afternoon, good evening and good night.